السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم يا أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض التدريبات الوحدة الأولى كلها من أول صفحة 11 لصفحة 32. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد. كتاب التربية الدينية الإسلامية. يلا بينا ونقول بسم الله. صمم لوحة بتضمن الدروس المستفادة من سورة التحريم. هتقول له طاعة الله مقدمة على رضا الناس، التوبة طريق النجاة، ضرورة حفظ الأسرار، الجهاد بالتربية، قدوة في بيوت الأنبياء. لماذا سميت سورة التحريم بهذا الاسم؟ تقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا مما أحله الله فعاتبه الله تعالى بهذه الآيات. ليس أن بيقول لك هنا لتبين أن ما حله الله لا يجوز لأحد أن يحرمه، ما ينفعش ربنا حلل حاجة وأنت تحرمها. سبب نزول الآية هتقول له تحريم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أحله الله ابتغاء مرضات أزواجه. هنا يا بطل ماذا تعني عبارة تحله إيمانكم؟ هتقول له الكفارة عن اليمين. حكم تحريم الإنسان هتقول له لا يجوز. كيف يساعدنا الاستغفار والتوبة في تصحيح الأخطاء؟ هتقول له إن الإنسان إذا وقع في خطأ وتاب واستغفر تاب الله وغفر ذنبه. وكمان الاستغفار والتوبة بطهران القلب وبيدفعن المسلم للندم على ما فات. تناقش مع زملائك عن الأمور اللي انت اتعلمتها في سورة التحريم من 1 ل5. تقول له رحمة الله بعباده، حيث عاتب نبيه بلطف لأنه حرم ما أحله الله، وعظم شأن حفظ الأسرار، وفتح باب التوبة دوما، والتحذير من المخالفة. دي صفحة 11. صفحة 12 التجويد ضرورة لتلاوة القرآن بشكل صحيح. هتقول لأنه بيساعد القارئ على نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، ويجعل التلاوة أكثر خشوعا وجمالا، ووسيلة لاتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. ابحث ثم اكتب حديث نبوي عن فضل قراءة القرآن. هتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الآيتين ولا تحرك به لسانك لتعجل به، ورتل القرآن ترتيلا. اربط بينها وبين ما تعلمته عن التلاوة الصحيحة. هتقول ان الآيتين بتدلان على أهمية التمهل في قراءة القرآن وتجنب العجلة وضرورة الترتيل وتطبيق أحكام التجويد. التجويد اللي هو التحسين من مراتب التلاوة. هتقول له التحقيق الطريقة اللي بينبغي اتباعها في تلاوة القرآن الكريم، تلاوته كما قرأها النبي. دي صفحة 14. صفحة 15 الصح وخطأ اهو يا شباب مع التصحيح. بيقول لك ناقش بما تتميز قراءة النص القرآني عن غيره من النصوص. هتقول له تتميز بالتجويد والترتيل مع مراعاة أحكام النون والميم والمدود والغنة والشدة. بما أمرنا الله عند تلاوة القرآن، أمرنا الله بترتيل القرآن وتدبره وعدم العجلة في قراءته. يلا يا بطل. صفحة 18 بيقول لك هنا ارسم خريطة ذهنية بتوضح أركان صلاة الجنازة. تقول له النية، القيام مع القدرة، 4 تكبيرات بعد التكبير، التسليم عند قراءة الفاتحة، والدعاء للميت. ده الجدول. بيقول لك هنا أكمل الجدول. آداب صلاة الجنازة: الدعاء للميت، الوقوف بخشوع، الإكثار من الصفوف، عدم الجلوس قبل دفن الميت، حفظ أو خفض الصوت عند الدعاء. خلاص. طيب بيقول لك هنا بالاشتراك مع زميلك لماذا نصلي عن الميت؟ هتقول له لأنها شافعة ورحمة للميت ونطلب من الله أن يغفر له. بما تشعر عندما ترى الناس يصلون على شخص تعرفه؟ هتقول له أشعر بالحزن على فراقه وأدعو له بالرحمة والمغفرة. لماذا حث الإسلام على صلاة الجنازة؟ هتقول له لأنها من حقوق المسلم على المسلم، فيها دعاء وشفاعة للميت. كيف تعكس صلاة الجنازة روح التراحم والتكافل بين المسلمين؟ هتقول لأن المسلمين يجتمعون للصلاة والدعاء للميت، وهذا يدل على المحبة والتراحم. صلاة الجنازة وقوفا بلا ركوع ولا سجود. يا شباب أنا بقرأ وأنت وقف الفيديو وانقل إجابتك على الأقل من مهلك وكمل معايا. في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة بنصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية كما في التشهد. نقرأ سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ونقرأ النصف الأخير من التشهد، وندعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. دي صفحة 18. تعالى كده على صفحة 19. بيقول لك هنا ابحث في المكتبة عن حديث للنبي بيوضح فضل الصلاة. هتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراتان. قيل وما القيراتان؟ قال مثل جبلين عظيمين. طبعا راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، والمصدر صحيح بخاري وصحيح مسلم. طيب نيجي بقى هنا الأنشطة والتدريبات. صفحة 22 هتقول له الرؤية الصادقة، غار حراء، كسلسلة الجرس، 23 سنة. طب هنا ما هي صور الوحي التي كان ينزل بها جبريل على النبي؟ هتقول له يأتي ملكا أحيانا في مثل سلسلة الجرس، وأحيانا رجل يكلمني فأعي ما يقول. ما الحكمة من نزول الوحي على الأنبياء؟ أتقول له أنه رحمة من الله بعباده، فلم يتركنا تائهين في هذا الكون الشاسع، وبيهدي البشرية وبيحمل أوامر الله ونواهيه وتشريعاته إلى من يختارهم من عباده.
طيب صور نزول الوحي، هتقول له مثل صلصلة الجرس، وده بيأتيه الوحي بصوت يشبه رنين الجرس، أقوى الحالات بوصول الإجهاد الجسدي. كان الملائكة رجل يحدث، كأن الملائكة رجل بيحدثه، أهدأ وأسهل. كان الملاك جاء في صورة إنسان طبيعي يتكلم معه، الصورة الملائكية الحقيقية. مرة أو مرتين ظهر عليه السلام في صورته الحقيقية المهيبة. تصيب جسدي قوي، هتقول له تعب شديد وجلوس على الأرض تزامنا مع أول الآيات. الرؤية الصالحة السابقة، هتقول له رؤية صادقة في المنام مثل فلق الصبح. دي صفحة 22 يا شباب. يلا بينا على صفحة 25. اقرأ الآبيات واكتب تعليق قصير عن قوة إيمان يوسف وعفته داخل القصر. هتقول له تحلى يوسف عليه السلام بقوة الإيمان التي عصمته من الوقوع في معصية، ورفض إغراءات امرأة العزيز. ده بيدل على إخلاصه وصبره وثباته على طاعة الله. بالتعاون مع أفراد مجموعتك استنتج الدروس المستفادة من قصة نبي الله يوسف عليه السلام في قصر العزيز. أنا استفدت الصبر عند الشدائد، العفة ومقاومة الشهوات، إن الله ينصر عباده الصالحين، إن الإيمان يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي. طبعا هنا اختر ألقى إخوة يوسف عليه السلام به في البئر حسدا له على محبة أبيه. هنا هتقول له أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، هتقول له حكمته وأمانته. عندك هنا العزيز، وعندك هنا استعصم بالله ورفض المعصية. دي صفحة 25 يا شباب. يلا بينا على صفحة 26. صفحة 26 بيقول لك هنا كيف ظهرت تقوى يوسف عندما راودته امرأة العزيز. تقول له رفض الوقوع في المعصية وقال معاذ الله، واختار الطاعة على الشهوة. كيف يمكن تطبيق درس العفة والصبر في حياتنا اليوم؟ هتقول له بغض البصر والعفة بالصون عن الحرام والثبات على الطاعة وعدم الاستسلام للشهوات. لماذا أقر يوسف السجن على الوقوع في المعصية؟ لأنه كان يخشى الله وفضل العقوبة الدنيوية على غضب الله في الآخرة. تحدث مع أسرتك عن دروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف. هتقول له الصبر عند الشدائد، العفة ومقاومة الشهوات، إن الله ينصر عباده الصالحين، إن الإيمان يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي. خلاص يا شباب، دي صفحة 26. يلا بينا على صفحة 27. صفحة 30 معذرة، صفحة 30 تدريبات الدرس الجديد 30 و31. هتقول له هنا صمم مطوية عن قيمة الرحمة والسلام في المجتمع. هتقول له الرحمة خلق عظيم دعا إليه الإسلام، ومن صور الرحمة بالوالدين وبالصغار وبالضعفاء وبالحيوانات، والسلام أساس الاستقرار في المجتمع وبيبعد العداوة والبغضاء، وبالرحمة وبالسلام بيعيش الناس بأمان ومحبة وتعاون. دلل عدم الرحمة بالبهائم ربما أودت بالعبد إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض. الإسلام لا يعاش في المساجد والجوامع فقط، بل تتجلى حقيقته في سلوكنا اليومي. هتقول له قال رسول الله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي أن الإسلام يظهر في المعاملة والأخلاق. بيقول لك هنا أرسل النبي قواعد التعايش السلمي مع غير المسلمين. هتقول له الدليل وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ودعا الإسلام إلى البر والقسط مع المسالمين. طبعا هنا التحية اللي بتدل على نشر السلام في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الله النبي محمدا رحمة مهداة للعالمين. العبارة التي لا تعبر عن مفهوم الرحمة في الإسلام الانتقام الشديد ممن يسيء إليك. دي صفحة 30. يلا يا حبايبي على صفحة 31. صفحة 31 كيف تجلت قيم الرحمة والسلام في شخصية النبي. استشهد بمواقف من حياته. هتقول له عفوه عن أهل الطائف، ولم يأمر ملك الجبال بطبق الجبلين عليهم، وكان رحيما بالناس جميعا. عفى عن أهل مكة يوم الفتح وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكان رحيم بالأطفال يلاطفهم ورحيم بالبهائم. اشرح أهمية العفو والتسامح في بناء مجتمع متماسك مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هتقول له يزرعان المحبة بين الناس ويقويان المجتمع ويمنعان العداوة. كيف يمكننا أن نكون سفراء للرحمة والسلام؟ هتقول له التحلي بالأخلاق الحسنة ومساعدة المحتاجين ونشر المحبة بين الناس وتجنب العنف والدعوة باللين والمعاملة الطيبة. اكتب مقال بعنوان كيف أكون شخص بينشر الرحمة والسلام في مجتمعي. أكون ناشرا للرحمة والسلام عندما أتعامل مع الآخرين بالرفق واللين، وأحسن إلى الفقراء
والضعفاء، وأسامح من يسيء إلي، كما أنشر المحبة بين زملائي وأقاربي، وأحترم الكبير وأعطف على الصغير، وبذلك أكون قدوة في نشر قيم الإسلام العظيمة. يلا يا حبايبي، تدريبات الوحدة الأولى: صح وخطأ مع تسويب الأخطاء. من أسماء الله الحسنى المغيث، ومعناه الذي يرسل المطر فقط خطأ. المغيث معناها الذي يغيث عباده عند الشدائد وليس المطر فقط. لا يعد علم التجويد من العلوم الضرورية تلاوة القرآن، هتقول له خطأ، ده بيعد. صلاة الجنازة 4 تكبيرات، صح. تلقى النبي الوحي من جبريل عليه السلام في غار حراء، تقول له أول مرة، صح. لم يثق عزيز مصر في سيدنا يوسف، خطأ، ده هو وثق فيه. لا تظهر الرحمة إلا مع من تحبهم فقط، هتقول له خطأ، احنا بنظهر الرحمة مع الجميع حتى مع من لا نحبهم. كان النبي بيعامل الجميع برحمة حتى أعدائه، صح. يساعد التجويد على فهم معنى القرآن، صح. وضح اسم معنى المغيث مع ذكر مثال على إغاثته لعباده، هتقول المغيث هو الذي يعين عباده عند الشدائد وينصرهم. مثل ايه كده؟ هتقول له مثل إغاثة الله للمؤمنين في غزوة بدر بالملائكة. ماذا نتعلم من الآيات الأولى من سورة التحريم؟ نتعلم طاعة الله ورسوله وعدم تحريم ما أحل الله. اذكر فائدة من فوائد تعلم علم التجويد، هتقول له قراءة القرآن قراءة صحيحة خالية من اللحن. ما آداب حضور صلاة الجنازة؟ حضورها بخشوع وسكون والدعاء للميت والتأدب بآداب الصلاة. ما أول مظاهر الوحي لرسول الله؟ الرؤيا الصادقة، ثم نزول جبريل عليه السلام في غار حراء. ما المحنة العصبية التي تعرض لها سيدنا يوسف في صغره؟ هتقول له ألقاه إخوته في البئر حسدا له. كيف يظهر المسلم رحمته بأسرته وزملائه؟ يعاملهم بلطف ويعينهم عند الحاجة ويسامحهم عند الخطأ. اذكر موقف من السيرة بيدل على رحمة النبي، هتقول له عفوه عن أهل مكة يوم فتح مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما العلاقة بين الرحمة والسلام في الإسلام؟ الرحمة بتنشر السلام، فإذا رحم الناس بعضهم عاشوا في محبة وأمان. كده وصلنا لنهاية الفيديو، حلينا لحد مراجعة الوحدة الأولى صفحة 32. متنسوش يا أبطال تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. بحبكم في الله، مع السلامة.